السنه الداميه اللي كانت 2014، وهذا النص ديال سنه 2015 اكثر. الخطر موجود، وهنا كنميز بين الخطر موجود لانه كاين العديد من الاشخاص اللي هما حاملين التطرف وكيتسنى اللحظه باش يمكن يدوز الفعل. المغرب كاين اجماع على انه نموذج مستقر، ولكن في واحد المحيط اللي هو خطير جدا. ليبيا الاوضاع كتنزلق بواحد الشكل اللي هو كبير. تونس لاحظنا الضربات اللي كاينه، وإلا كانت ضربات أخرى غيكون الوضع أخطر. الجزائر الكل يعرف بأنها في واحد المرحلة على حافة الانفجار. هذه باش نكونوا واضحين. شمال مالي كينزلق من جديد. واحد المسافه اللي هي عازله ما بين المغرب وموريتانيا، كاينه مسؤوليه ديال الموريتانيين وديال جبهه البوليزاريو عليها الان، اللي ممكن انه الجزائر تنقل لها التطرف. اذا الوضع خطير. المغرب هو مستقر باعتبار انه كاين شهادات من تقارير دوليه على الخبره الامنيه ديال المغرب اللي ولات مطلوبه. كاينه مساله ديال التاشيره. هنا تاشيره على الليبيين والسوريين، هذه مساله اعتقد بانه قرار سيادي ديال الدوله. وغنعطي مثال بسيط. كاينه دوله الجاره ديالنا اللي هي الجزائر، هذه اللي خطيره جدا، فرضات التاشيره على المواطنين ديالها. هذا راه غير 4 ايام ولا 5 ايام. لاحظ معايا، دوله فرضات تاشيره على المواطنين ديالها اللي عندهم حاملين الجنسيتين. وقت اللي المغرب دار خطاب اللي كان خطاب ملكي ديال عيد العرش، اللي نادى بإدماج الجاليه واعطائها مزيد من الحقوق والادماج ديالها والتمتع ديالها بالحقوق ديالها كلها. فالجزائر دارت مساله اخرى اللي هي خطيره جدا، وهي انها فرضت تاشيره، بمعنى كتخاف من بمعنى خايفه من المواطنين ديالها. اذا احنا بالنسبه لنا الليبيين كيشكلوا خطر. الدليل على ذلك انه العديد من جوازات السفر اللي تعطات في المرحله ديال الحكومه ديال المؤتمر الوطني كتدخل، بمعنى انه كاين اللي هما اجانب، كيمكن يجيك تونسي، كيمكن يجيك سوري، وربما اللي وقعت الاعتقالات ديالهم كيدخل جواز سفر مزور، على اعتبار انه جوازات السفر اللي كتجي اللي مازال موجوده في ليبيا وفي الجزائر وحتى في تونس ماشي بيومتريه، بمعنى سهله انها تزور. بالنسبه للسوريين كاين خطوره اخرى كتقبلهم كلاجئين، ولكن شنو هي الخطوره؟ اما كيجيك واحد اللي هو حامل للفكر
المتطرف، وكاين الكثير منهم اللي جاي اما من طرف جبهه النصره او انه جاء، وكاين الجانب ديال الشيعه اللي هو اخطر. الكثير منهم اللي جاء وبدا كينشر المساله ديال التشيع. وهنا التشيع هنا راه الارقام مخيفه، كاينه في الجزائر، كاينه في تونس، كاينه في ليبيا، كاينه في موريتانيا، كاينه في السنغال، بان ارقام مخيفه كيلعبوا هذا الدور هذا. اذا انت كتستضفك دوله بمعنى انه خصك تحترم القوانين. هنا لاحظتوا في الخطاب الملكي احترام المذهب السني، لانه الان كيعرفوا بان المغرب كاين في هذه المرحله كاين صراع جيوديني مع ايران، مع كل حامل الفكر اللي هو هذا المذهب اللي هو الشيعي. كاين هذا الصراع على ان المغرب هو اللي كيلعب الدور ديال التوازن، وهذا باعترافات الاوروبيين وحتى الامريكيين. اذا هنا الخطر متزايد، لهذا كاينه دعوه ديال مواجهه التطرف والمقاربه باش تكون مقاربه تشاركيه. المسؤوليه ديال الجميع، بمعنى انها مسؤوليه ديال الجميع، لان الامر كيتعلق بامن ديال الدوله، انها خصها تحافظ على النموذج اللي هو ديال الاستقرار. والمخاطر كنقول بانها مرتفعه، خاصه التي تاتي عبر الحدود. لهذا مثلا كنظن بانه الان ما بقاش عندنا هذا المطلب، لانه ولا خطير طالب مثلا الجزائر تقول فتحوا الحدود، لان غيجي كاع الخطر منها. انا في نظري انه الحدود تبقى مسدوده، لانه دولة مثلا الان اللي هي كترفض الدخول ديال الناس ديالها، ما بقات معنى غير انه كاين مطلب انه خصنا نفكروا، وانا كنطرحها نفكروا ملي دارت الجزائر هذه الصيغه هنا مؤشر الخطر مرتفع، خصنا نفكروا في التاشيره على الجزائر. خصنا كفاح كبير خاطر اخويا انا دوك نسمع كامل هذه الناس. علاش؟ لانه هذه مساله اللي هي